الأخبار الموجزة ليوم الأحد. قال وزير الصحة في إحدى كلماته: أدعو جميع الأطباء المتخصصين والمشاهير من الخارج إلى البلاد لأن يخدموا شعبهم في مجال الطب. يقول المساعد الاقتصادي لرئاسة الوزراء: لقد وفرت الإمارة الإسلامية بيئة جيدة للاستثمار في البنية التحتية إلى جانب المجالات الأخرى للنمو الاقتصادي والتنمية في البلاد. قال المساعد السياسي لرئيس الوزراء المولوي عبد الكبير في لقاء مع شيوخ العشائر وعلماء منطقة الشاراسياب: تسعى الإمارة الإسلامية للتنمية المتوازنة لجميع الجماعات العرقية في البلاد، وأكد لحل مشاكل سكان هذه المنطقة. قال مدير التربية بمقاطعة هلمند: إنه تم تفعيل 75 مدرسة جديدة مع قدوم الإمارة الإسلامية. حذرت دائرة الإرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة وثلوج وانهيارات أرضية وسيول في 27 مقاطعة اليوم وغدا. صرحت وزارة شؤون اللاجئين والعائدين إن 820 ألف لاجئ أفغاني عادوا إلى البلاد من إيران خلال العام الماضي. قال وكيل التخطيط والسياسة في وزارة المناجم والبترول الشيخ ضياء الرحمن أريوبي: جمعت هذه الوزارة 17 مليار و487 مليون أفغاني في الإيرادات، وهو ما يزيد بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي. تم تسليم مساعدات غذائية وغير غذائية ل 656 أسرة في عاصمتي مقاطعة كونر وكابيسا من قبل الهلال الأحمر.